هل قدرات البشر متساوية؟ بالتأكيد لا، فهناك دائما أشخاص مدهشون يمتلكون قدرات قد لا نصدقها أبدا، لكن هي حقيقية تماما. نقدم لكم اليوم مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون بيننا على هذا الكوكب، يتمتعون بقدرات جسدية أو عقلية عظيمة تعتبر خارقة للطبيعة. الرجل الكاميرا بريطاني اسمه ستيفن ويلتشر، هو في الأصل فنان معماري ورسام مصاب بمرض التوحد، لكن له قدرة عجيبة على حفظ المشاهد بعد رؤيتها مرة واحدة ومن ثم رسمها، وقد اكتسبت أعماله شعبية في كل العالم، ويمكنه أن يأخذ جولة بالطائرة فوق المدينة ليرسم بعدها المدينة بالكامل بدقة مدهشة، وقد حصل على الوسام الملكي البريطاني. آكل الحديد ميشيل لوتيتو فرنسي، ولد عام 1950، يمتلك مقدرة على أكل وهضم كل شيء بما في ذلك الحديد، حيث قام بأكل التلفزيونات والدراجات الهوائية، حتى أنه قام بأكل طائرة من طراز سيسنا 150، وقد أثبتت الفحوصات بأنه يمتلك معدة أكبر من المعدة البشرية الطبيعية بمرتين، وقد ابتلع في حياته ما يقارب 9 أطنان من الحديد قبل أن يتوفى لأسباب طبيعية عام 2007. لكمة واحدة وموت أكيد. ولد تشو يونغ أوي والمعروف باسم ماس أوياما في كوريا في بدايات القرن العشرين، ولكنه توجه فيما بعد إلى اليابان وأصبح أستاذ كاراتيه مشهور جدا هناك. مع الأيام تطورت لدى ماس أوياما عادة مقاتلة الثيران وقتلها بلكماته، حيث عرف بقدرته على قتل 3 ثيران مرة واحدة باستعمال لكمة لكل منها، وقد قتل أوياما 52 ثورا خلال حياته، كما كان يقوم باقتلاع قرونها بقوته الخارقة. آلة حاسبة بشرية سكوت فلانسبرغ يمتلك موهبة خارقة في الحساب، لدرجة أنه أطلق عليه الآلة الحاسبة البشرية، حيث كان قادرا على الجمع والطرح والقسمة والضرب والتربيع والتكعيب بسرعة لا تصدق، وقد كان الأمر الوحيد الذي يعيقه من ذكر الجواب خلال جزء من الثانية هو سرعة النطق البشري. الساموراي الأسطوري إيساو ماتشي كان قادرا على إصابة وقطع أي شيء بسيفه من المنتصف، حتى لو أطلق نحوه بسرعة 700 كيلومتر في الساعة، حيث قام عدة مرات بقطع طلقات موجهة بواسطة مسدس دون أن يخطئها ولو حتى مرة واحدة. ويقول إيساو حول قدرته بأنه لا يستخدم البصر، ولكنه يرسم موقع الأشياء في مخيلته. الرجل السمكة ديف مولينز غواص بحري من نيوزيلندا، يمتلك مقدرة هائلة على البقاء تحت الماء لوقت طويل دون الحاجة لأجهزة تساعده على التنفس، وقد حاز على رقم قياسي في الغوص ل 266 مترا دون تنفس، والبقاء لمدة 4 دقائق كذلك دون هواء، والسر في قدرته هو تدربه على تحريك عضلاته دون وجود أكسجين. جوجل البشري لورانس كيمبيك ولد بإعاقة عقلية، ولكنه يمتلك دماغا كبيرا دون وجود رابط بين قسمي الدماغ الأيمن والأيسر، مع خلل في تركيبة الأعصاب أدى إلى زيادة سعة الذاكرة، وله قدرة غريبة على تذكر الأشياء منذ أن كان عمره 1.5 سنة، وبسبب فشله الطبيعي في تكوين علاقات اجتماعية أصبح هذا الشخص مدمنا على قراءة الكتب، حيث كان يحفظ كل شيء مباشرة، فكان يقرأ ويحفظ صفحتين من أي كتاب خلال ثوان معدودة، كما حفظ أكثر من 12,000 كتاب بما في ذلك أرقام الهواتف والعناوين البريدية، وكان قادرا على إعطاء الأجوبة لأي سؤال متعلق بالتاريخ أو الجغرافيا أو التكنولوجيا، ويمكنه حفظ كتاب كامل في ساعة واحدة، فهو يقرأ صفحتين في اللحظة نفسها بأن تنظر كل عين إلى صفحة، وقد توفي عام 2009. ومن الجدير بالذكر أنه كان ملهما لصناعة الفيلم الشهير رجل المطر. الرجل الوطواط أصيب بين أندرو منذ صغره بسرطان في عينه، مما أدى إلى استئصال العينين حينما بلغ 3 من عمره، لكن ذلك لم يمنعه من أن يطور لنفسه طريقة لرؤية وتخيل العالم من خلال صدى الصوت، حيث كان يصدر صوتا مميزا وسريعا بلسانه فيعرف قرب الأشياء منه تماما كما يفعل الوطواط، فهو يصدر ترقعات بلسانه
تصطدم بالموجودات وتعود إليه لتعطيه إحداثيات دقيقة بنسبة 95% عن طبيعة المكان من حوله، وهو الوحيد على كوكب الأرض الذي يرى باستخدام صدى الصوت، وتمكن خلال حياته من ممارسة رياضة كرة السلة والتزلج وكرة القدم دون استخدامه للنظر. ولكن للأسف توفي بن بعمر 16 عام بنفس السرطان الذي أصابه في صغره. الخارق الغامض جون تشانغ أستاذ في رياضة الكونغ فو، وقد كان صاحب قدرات خارقة للطبيعة، ولكنه كان يرفض الوقوف أمام عدسات الكاميرا تماما ورفض اللقاءات الصحفية، إلى أن جاء أعوام الثمانينيات حينها قام عدد من الصحفيين بالقدوم إليه بهدف مساعدتهم في شفاء أحد زملائهم، وقاموا بوعده بأن لا يرى أي شخص ما يتم تصويره. وقام تشانغ حينها بتوجيه الطاقة من جسده حارقا أوراقا بيده مستخدما طاقة سماها التشي. وعندما علم جون بقيام فريق الصحفيين بنشر الفيديو الخاص به اختفى للأبد، ولم يتمكن أحد من العثور عليه. الرجل الكهربائي. في يوم من الأيام لاحظ ما تشانغ ضوءا خارجا من منزله، فأسرع إليه ليجد سلكا كهربائيا، فأخذ يصلح به ليكتشف أنه لا يتأثر بالكهرباء أبدا، لتوضح دراسات طبية عليه أنه قادر على تحمل طاقة كهربائية بمقدار 220 فولت دون أن يصاب بأذى. المرأة الصينية. تتمتع ناتاشا ديكونو بخاصية الأشعة السينية إكس راي في بصرها، وقد اكتشفت قدرتها الغريبة وهي في سن العاشرة، حيث كان لديها القدرة على رؤية الأجهزة الداخلية لوالدتها، وقد فاجأت الطبيب عندما أخبرته بندوب في جسمه لم يكن له سابق معرفة بها، وهي الآن تعمل حاليا في معاونة العديد من المنظمات مستغلة موهبتها هذه. الرجل الذي لا يتألم. اسمه تيم كريدلان، وقد ولد بدون أي إحساس بالألم، ولا يعرف السبب وراء ذلك، وقد وظف ذلك في تنظيم عروض جماهيرية يبدو فيها وهو يضع نفسه في مواقف غريبة، كان يأكل النار أو يتعرض للضرب المبرح بالمطارق أو يطعن نفسه بآلات حادة دون أن يصدر منه أي تأوه. صاحب العقل الخارق. دانيال باول تاميت شاب بريطاني يمتلك عقلا فريدا من نوعه، حيث أنه يزعم بأن لديه القدرة على تذكر أي نوع من الأرقام مهما كانت هذه الأرقام كبيرة، وقد تم إخضاع دانيال إلى عدد من التجارب من أجل التأكد من صحة ما يقوله، حيث أنه قد تم عرض مجموعة من الأرقام الضخمة أمامه لمدة 5 ساعات، وبعد مرور ال5 ساعات بالفعل قد تذكر دانيال الأرقام بالكامل التي عرضت عليه، ويقول بأنه يرى الأرقام والعمليات الحسابية مثل ما يستطيع الإنسان العادي أن يرى المناظر الطبيعية، كما أنه يتحدث 9 لغات مختلفة بشكل غاية في الإتقان. ليس ذلك فقط، بل يمكنه تعلم أي لغة خلال أسبوع واحد فقط. دانيال يتمتع بكل هذه القوى الخارقة على الرغم من أنه قد ولد وهو يعاني من مرض الصرع. أقوى أسنان في العالم. كانت قوة شمشون الجبارة في شعره، أما شمشون هذا العصر الماليزي الجنسية تكمن قوته في أسنانه، فقد استطاع فيلو أن يجر قطارا مكونا من 7 عربات بوزن 297 طن لمسافة 3 أمتار بأسنانه فقط عام 2007. الرجل المغناطيس. اكتشف العجوز المتقاعد ليو ثونلين قدرته المغناطيسية الخارقة على جذب المعادن وإلصاقها بجسده بالصدفة، وقد قام بتطوير أدائه المسرحي عن طريق جر السيارات إليه، وبالفعل قد قام بجر سيارة مربوطة بسلسلة في نهايتها طبق موضوع على صدره لمسافة 20 متر. وبعد قراءته مقالا عن هذه القدرة الخارقة لدى عائلة تايوانية، قام لين بالبحث في عائلته عن هذه القدرة ليجد 3 من أبنائه وحفيدين لديهم هذه القدرة العجيبة أيضا. الرجل الذي لا ينام. كان أكبر رقم قياسي سمعت عنه لشخص بقي مستيقظا لأطول فترة من الزمن هو 14 يوما، إلا أن هذا الرجل قد حطم كل الأرقام القياسية المعروفة وغير المعروفة، وهو من أغرب الحالات المسجلة على الإطلاق لرجل ظل قرابة 33 عام لا ينام على الإطلاق. يقول تاينيوت الفيتنامي الجنسية:
لا أدري حقا إذا كان الأرق يؤثر في صحتي بالسلب أم بالإيجاب، ولكنني تجاوزت 60 الآن وما زلت أعمل في الحقل بدون تعب مثل الآخرين تماما. تقول زوجته أنه كان ينام جيدا فيما مضى إلى أن أصابته حمى وظل بعدها مستيقظا لا ينام أبدا، ولكن هذه الأيام حتى الخمر لا يؤثر في عقله. وبالكشف الطبي عليه تبين أنه يتمتع بصحة جيدة باستثناء انخفاض طفيف في وظائف الكبد.